حاجة تحترم جدا، لأنه كان ممكن يبقى فكرك فكر أناني أكتر، إن أنت تروح تاخد الورش دي ويعني مش مهم الباقي يعني. فما خفتش من المنافسة حتى إن كان في لحظة، إن هما لما يبقى في ناس أكتر بتتدرب هيبقى في ناس أكتر كومبتنت يعني. ده ممكن يبقى تفكير بعض الناس، مش بقول إنه ده تفكيرك وواضح إنه هو مش تفكيرك. لا، المنافسة مهمة جدا عشان كلنا نطور من نفسنا، لأن مفيش منافسة واحد حاطط نفسه كده. وبعدين في دوائر كتير وفي اندستري كبيرة تستحمل كل الممثلين دول وأكتر كمان. فبالعكس، بس الهدف الأهم إن إحنا كممثلين مصريين نبدأ بقى، وده اللي بيحصل دلوقتي مع أحمد مالك و... وأمير المصري ومعايا ومع غيرهم في ناس تانيين جايين بقوة، والبنات كمان. نبدأ نقول للعالم يا جماعة، مصر فيها ممثلين كويسين ونعرف نشتغل على مستوى انترناشونال، واحنا بروفيشنال جدا ونعرف نشتغل في حاجات بره ونشتغل على نفس المستوى بتاع الممثلين